أهلا بيكم. مع النرجس الخفي لو قربت منه هتلاقيه بيبعد عنك، لو طبطبت عليه هيسخر منك أو يتريق عليك، لو ضحيت علشانه هتلاقيه بيتهمك إنك بتمثل. النرجس الخفي تركيبة غريبة جدا، معاه هتحس كأنك بتنفخ في قربة مخرومة أو كأنك بتملى بير ملوش قرار وما بيتمليش. مهما قدمت أو ضحيت أو طبطبت هتحس كأن النرجسي مش قادر أصلا يحس باللي بتعمله، وده مش ضعف منك أو عجز أو إنك مش كفاية، لكن أي حاجة جميلة عملتها أو هتعملها بتخبط في حيطة سد، جدار نفسي صلبي جدا اتبنى جوه النرجسي الخفي من سنين طويلة. الحقيقة النرجسي لسه مسجون في سجن الماضي وانت اتسجنت معاه. الحب والود بيخوفه، لو فتح قلبه ليك بيعتبره ضعف هيندم عليه بعدين ومستحيل يفتح لك قلبه. حبك ليه بيخوفه، دايما بيحس ان في حاجة غلط او في خطر حتى لو مفيش، كأنه بيقول لنفسه باستمرار خد بالك ما تفرحش قوي، كلهم بيخدعوك ويجرحوك في الاخر. تكون لطيف معاه هيعتبرك بتمثل لانك محتاج حاجة منه، تهتم بيه يعتبرها انك عايز تسيطر عليه لانه ضعيف، كأنه بيدافع عن نفسه وبيسبقك قبل ما تأذيه، لكن هو بيسبقك ويحاول يقنع نفسه انك زيك زي كل اللي أذوه زمان. مهما كنت صادق معاه لكن هو مش هيقدر يتعامل مع الصدق، لان جواه صورة مشوهة عن الحب والثقة. وقت الحب الحقيقي بالنسبة له جحيم لانه مش قادر يثق فيك. النرجسي الخفي من اول لقاء بينكم هو اصلا شايفك شيطان، بيثبت لنفسه انك شيطان ما تستاهلش يقرب منك او يحبك او يثق فيك. جوه عقله كأنه بيقول كل اللي كانوا في حياتي قبلك اذوني، اهانوني، وجعوني وحطموني، واولهم اقرب الناس ليا، اشمعنى انت اللي هثق فيك؟ اشمعنى انت اللي هتحبني او تقدرني؟ مستحيل طبعا، انت زيك زيهم. من اول لحظة هو مش بيشوفك، هو بيشوف نفسه وبيشوف كل الجراح اللي جواه. العلاقة مع النرجسي الخفي ما بتبدأش من الصفر، لكن بتبدأ من افتراض، يعني من اول لحظة عرفك فيها، من اول لقاء بينكم انت ما كنتش بالنسبة له انسان جديد ظهر في حياته ومستني يعرفك علشان يشوف هيحبك ويثق فيك ولا لا. لكن النرجسي من اول لحظة عرفك فيها كان جواه رعب وخوف منك، كان في مخه صورة عنك من اول لحظة، كان احساسه بيك انت اكيد هتأذيني، انت اكيد هتجرحني، انت اكيد هتسيبني، وانت ملكش اي ذنب. لكن عقل النرجسي هو اللي دايما بيقول له كده، كل الناس هتجرحك، كل الناس هتخونك، كل الناس هتسيبك، ومحدش يستاهل تفتح له قلبك. من اول ثانية بينكم هو اصلا حطك في صورة جاهزة، الصورة زيك زي كل اللي اذوني قبل كده. الحقيقة انت ملكش اي ذنب، وكل ده بيرجع لحقيقة واحدة، وللأسف حقيقة مرعبة ومرة عاشها النرجسي الخفي في الطفولة. اللي أذوه كانوا أقرب الناس ليه، مش بس أذوه، دول كانوا المفروض يحبوه، يطمنوه، يطبطبوا عليه، لكن اللي حصل كان عكس كده. أقرب الناس ليه هم اللي كسروه، بدل ما يطمنوه عيشوه في رعب نفسي، بدل ما يحبوه كان بالنسبة لهم لعبة علشان بس مصلحتهم. كل اللي شافوا منهم لو عملت كذا هحبك، ولو ما عملش كانوا بيعاملوه بتجاهل وبرود ويحسسوه كأنه ملوش قيمة. فكبر ودماغه بقت متبرمجة، لما تقرب منه يحس بالخطر، لما تقرب منه يفتكر اللي كانوا مفروض يحبوه زمان وداسوا عليه، في نظره هم خانوه، وهتلاقيه بيتوقع أصلا إنك هتخونه. اللي كانوا مفروض يحموه زمان هجروه وتجاهلوه وعملوه ببرود بدل ما يحموه، فتلاقيه بيتوقع أصلا إنك هتهجره وتسيبه. أي علاقة بيدخلها النرجسي كأنه من غير ما يحس بيعيد الماضي تاني، بس المرة دي معاك انت. مش بيحبك ولا هيحبك لأنك تستاهل حبه،
لكن كأنه بيحطك تحت ميكروسكوب. أي حاجة بتعملها بيفسرها بطريقته، والتفسير بيجي من التجارب القديمة وانت ملكش أي ذنب. لو قربت منه بيشوفك بتمثل أو منافق أو محتاج منه حاجة أو هتستغله بعدين. لما تقرب من النرجسي عقله بيقوله إنك هيجي يوم ولازم تخونه. أي علاقة فيها قرب لازم يشك فيها ويحس إنك طمعان هتستغله أو هيجي يوم ولازم تخونه. لو حبيته عقله بيقوله خلي بالك هيجي عليه يوم ويسيبك، بلاش تفرح قوي. لو سامحته على أي حاجة عقله بيقوله بيسامحك لأنه ضعيف. لو عملته على طبيعتك وكنت واضح معاه عمره ما هيثق فيك، ودايما هيكون مرعوب منك وحاسس بخطر، حاسس إن في حاجة هو مش فاهمها. لو سألت عليه في نظر النرجسي انت بتراقبه. لو انشغلت عنه ولو لحظة واحدة في نظر النرجسي اهو بدأ يتجاهلني. لو مدحته او قلت له كلام لطيف في نظر النرجسي انت طمعان فيه وهتستغله او تسرقه، او يا اما بيشوفها انك بتتريق عليه مش بتمدحه. لو كنت صادق وواضح معاه عقله بيقوله اصحى خلي بالك كل ده تمثيل وهيجي عليك لحظة ولازم تندم. لو اهتميت بيه يبقى في نظره انت عايز تتحكم فيه وتسيطر عليه. لو كنت لطيف معاه عقله بيقوله خلي بالك في حاجة غلط. حتى لو النرجسي حبك هو نفسه هيحس بألم نفسي رهيب جدا وهو اللي هيهرب من حبك. كل ده انت ملكش اي ذنب فيه. اللي اذوه وحطموه بالشكل ده مش انت، لكن اللي دفع الثمن انت ملكش اي ذنب. النرجسي اتبرمج على كده، اتبرمج على ان الحب خطر. طفولته كانت كده، اقرب الناس ليه كسروه وحطموه، فدلوقتي لما يشوف حد كويس من جواه بيترعب، بيحس ان اكيد في مصيبة مستخبية. لو صدق انك كويس ساعتها لازم يصدق ان المشكلة فيه، وطبعا ده مستحيل على النرجسي. علشان كده انت في نظره من اول لحظة اصلا سيء، شرير، خاين، ناكر للجميل. هتهجره، هتخونه، هتبيعه وتسيبه وتجرحه، هتأذيه. والحقيقة انت ملكش اي ذنب. الحقيقة ان نرجسي اتبرمج على كده، بيستنى اللحظة اللي تغلط فيها مش لانه عايز الشر، لكن بيستناك تغلط علشان يرتاح من التوتر اللي جواه. هو اصلا متوتر من قربك ليه وحاسس انك هتوجعه في يوم من الايام. اول ما تعمل حاجة غلط ولو موقف بسيط جدا بيقول لنفسه صدقتني اهو احساسي كان صح، زيك زيهم، مفيش فرق بينكم. ساعتها هيفرغ الشحنة كلها عليك انت. غضب يعاملك ببرود او تجاهل يشوه سمعتك ويشنع عليك. والنتيجة مفيش علاقة بيدخلها النرجسي إلا ولازم تفشل، أو الضحية تسكت وتشوف كل أنواع الأذى، ودي اللي بنسميها نبوءة تحقق ذاتها. هو خايف منك وشايف إنك هتأذيه وهيعاملك على إنك مؤذي من غير حتى ما يحصل منك أي حاجة، فتتضايق فتغلط، فالعلاقة بينكم تبوظ، وهو يقول لنفسه شايف طلع مؤذي زي كل اللي أذوني قبل كده. من أول لحظة هو كان متوقع إنك هتسيبه وتتخلى عنه وتهجره، متوقع إن العلاقة هتفشل، فكل تصرفاته كأنه بيزقك للفشل وبيزقك تبعد عنه وتسيبه وتهجره، فتلاقي نفسك وصلت لطريق مسدود ولازم تسيبه. يعني النرجسي الخفي من أول لحظة بيحاول يثبت لنفسه فكرته عنك حتى من قبل ما يعرفك. دماغه متبرمجة على فكرة واحدة، انت شيطان ومؤذي وهتسيبه وهتجرحه وتهينه زيك زي كل اللي سابوه. لو حاولت تقرب منه بيقلق ويحس بخطر، لو حاولت تطبطب عليه يشك فيك، لو كنت حقيقي وصادق معاه بيتفضح قدام نفسه ويشوف نفسه مزيف وبيمثل. جهازه العصبي دايما مشدود ومتوتر، حاسس ان في خطر،
حتى لو هو نفسه مش قادر يحدد الخطر، بس خايف وخلاص. عايش حياته كأنه بيحارب، بيهاجم ويأذي قبل ما يتأذي. مخه مش قادر يستوعب إن في ناس جميلة ممكن تحبه، وبيبني حيطة سد، لأنه ده بيفكره بنفسه لما كان طفل صغير محتاج يتحب ويطمن، وأقرب الناس ليه حطموه وخذلوه. حياته دايما كأنه بيلف في دايرة، يبدأ علاقة معاك وانت شخص كويس، بس هو مش هيقدر يشوفك كويس، لازم هيشك فيك ويستفزك ويضغط عليك كأنه بيزقك تغلط، ولحظة ما تغلط يقول لنفسه شايف أنا صح، كلهم زي بعض، شفت زيك زيهم، وأنا كنت صح لما خفت منك وما وثقتش فيك. بيقنع نفسه إن مفيش حد بيحبه وإنه ما يستاهلش يتحب. يرجع تاني للوحدة وهو مقتنع إن العيب مش فيه، العيب فيك وفيا وفي كل الناس. بس الحقيقة النرجسي الخفي لسه مسجون في سجن الماضي وانت اتسجنت معاه. الحب والود بيخوفه، لو فتح قلبه ليك بيعتبره ضعف، هيندم عليه بعدين ومستحيل يفتح لك قلبه. النرجسي الخفي بيكره اللي بيحبه، لأنه شايف إنك لما بتحبه بتكشفه، بتفضحه قدام نفسه، بتفضح قد إيه هو مش قادر يحب، بتخليه يحس بالعجز. كل حضن، كل كلمة طيبة، كل دعم، كل طبطبة بتفكره إنك إنسان طبيعي، لكن هو لأ. انت عارف تعيش وتحب وتسامح، لكن هو لأ. طول عمره بيهرب، بينكر، بيزوق الحقيقة، لكن الحب بالنسبة له مراية فضحته، علشان هو مش قادر يستحملها فبيكسر المراية. والمراية دي هي انت، بيكسر فيك انت علشان يهرب من نفسه. انت مش قليل، انت بس كنت المراية اللي النرجسي وقف قدامها وشاف كل النقص والعجز اللي جواه. شاف الطفل المجروح اللي محدش حضنه، والطفل ده لسه مسجون جوه النرجسي. شاف كل الحرمان العاطفي اللي عاشه، شاف كل الكذب اللي كذبه على نفسه. وبيكرهك مش لأنك وحش، بيكرهك لأنك كشفته، بس كشفته قدام نفسه، لأنك قلت له من غير ما تقصد خلي بالك، رغم كل عيوبك وكل اللي جواك أنا بحبك ومتقبلك. وهو ما قدرش يستحمل كده، فقرر يعاقبك، قرر يخسرك، لأن حبك وجعه. ولو مش مصدقني افتكر معايا كام مرة النرجسي قالك الجملة دي: يا أخي ده انت كرهتني في نفسي، أو يا شيخة ده انت كرهتيني في نفسي. الحقيقة انك ما أذيتوش ولا كرهته في نفسه، هو بيكره نفسه من قبل ما يعرفك. الجملة دي معناها الحقيقي انك كشفت ليه الحقيقة اللي هو بيهرب منها طول عمره. الجملة دي بتطلع لما بتحطه قدام نفسه، أو بتحرمه من الصورة الوهمية اللي بيستخبى وراها، أو لما يحس إنك شايفه عادي، لا خايف منه ولا منبهر بيه. فجأة بيحس إنه قدامك عريان، لكن عريان نفسيا، بيحس إنه مفضوح قدامك. كرهه لنفسه بيصحى، والصوت اللي جواه اللي دايما بيقوله انت ولا حاجة ومحدش بيحبك، الصوت ده بيوجعه، يرميه عليك ويقولك انت اللي كرهتني في نفسي، بس علشان يهرب من نفسه. بس الحقيقة هو مش بيكره نفسه بسببك، هو بيكره نفسه من زمان جدا، بس وجودك جنبه أو حبك ليه أو وضوحك قدامه فضحه، بس فضحه قدام نفسه. الجملة دي معناها الحقيقي: أنا مش قادر أتحمل إني أشوف نفسي على حقيقتها من غير وهم إني ولا حاجة. أنا مكسور من جوايا، بس مش عايز أكون لوحدي، فلازم أكسرك معايا. أنا شايف نفسي قليل، بس هخليك أنت تحس بالذنب. حبك حسسه بالقلق، دايما بيقول لنفسه في حاجة ناقصة، بس تخيل إن اللي ناقص هو الألم والوجع. لأن النرجسي اتعود على الألم ومش عارف يرتاح، اتبرمج إن الألم والوجع هو الطبيعي، فلما الحب يجي كأنه بيتصدم منك. حبك ليه
بيفكره بنفسه لما كان تحت رحمة أقرب الناس ليه وحبهم، بس هم للأسف أذوه. كل ما تقرب منه يتوتر ويحس بالخطر ويدافع عن نفسه من خطر وهمي مالي دماغه ومسيطر عليه. لما تقدم له حبك هيرجع لك توتر وضغط نفسي، مش لأنك وحش، لكن لأن النرجسي جواه لسه بينزف من كل اللي أذوه قبلك. ايه العلامات اللي بتقول النرجسي الخفي مش قادر يستقبل حبك؟ في علامات بتظهر في لغة الجسد. لحظات الود واللطف والحب هتلاقي وش النرجسي مليان توتر، عيونه بترمش بسرعة وبشكل متكرر لأنه بيكون مرتبك من جواه. عيونه هتهرب منك كأنك فضحته قدام نفسه فبيهرب منك. يبص حواليه يتوتر كأنه بيدور على أي حاجة يهرب بيها من الموقف. عيونه ممكن تبرق كأنه مصدوم أو مستغرب إن في حد ممكن يحبه أو يكون لطيف معاه. ممكن يبتسم ابتسامة باهتة، ابتسامة صفرة ملهاش أي معنى ولا فيها روح. الجبهة ممكن تترفع لفوق شوية، والحواجب كمان ممكن تترفع كأنه بيستغرب، كأنه مستغرب أو بيقول جوه نفسه هو عايز إيه؟ ليه بيعمل معايا كده؟ يضغط على الشفايف لأن جواه كبت أو بيحاول يصد مشاعرك بس في صمت. وشه ممكن تلاقيه بارد جامد ما فيهوش روح كأنه بيحاول ما يحسش بكلامك. ممكن يشبك إيديه على صدره كأنه بدون وعي منه بيحاول يبني حاجز بينك وبينه. يفرك في صوابعه لأنه جواه قلق وتوتر وبيحاول يهدي نفسه. ممكن يمسك أي حاجة فجأة، كوباية أو موبايل أو أي حاجة جنبه كأنه بيهرب من اللحظة. جسمه ممكن يميل لورا بعيد عنك بدون وعي منه كأنه بيرفضك أو بيرفض حبك أو بيرفض اللي بتعمله. أو تلاقي جسمه جامد كأنه تمثال جواه توتر شديد جدا بس بيحاول يسيطر عليه. أو يتحرك فجأة لمكان تاني أو يغير الموضوع فجأة. مش بس هروب نفسي، ده كمان بيهرب بجسمه من المكان. كل مرة تكون لطيف مع النرجسي كأن جسمه بيقاوم. باختصار كأن جسمه بيصرخ أنا مش مرتاح، اللي بيحصل ده كتير عليا. كل ما تحبه بيكرهك أكتر، بيأذيك بدل ما يقدرك، بيصدك وممكن كمان يأذيك بدل ما يشكرك. هيعاقبك لأن الحب الحقيقي بالنسبة له تهديد وخطر. كل مرة بتحبه انت بتقربه غصب عنه من كل الجروح القديمة وبتخليه يبص غصب عنه جوه نفسه ويشوف الفراغ والنقص اللي جواه. لو حبيته بصدق بيحس ان في خطر عليه. صوت العار بيرن جواه، الصوت اللي دايما بيقوله انت مش محبوب، محدش بيحبك ومفيش حد عمره هيحبك. الصوت ده مرعب جدا بالنسبة له فيهاجمك علشان يسكت الصوت ده جواه، يقلل منك، يسخر منك أو يختفي فجأة ويسيبك تتوجع علشان هو يرتاح. خليك دايما فاكر النرجسي مش بيكرهك لأنك مؤذي أو عملت فيه أي حاجة وحشة. هو بيكرهك لأنك حقيقي مش محتاج تمثل زي ما هو بيمثل، وبيهرب منك لأنه بيحس إن عيونك كأنها بتقدر تخش جواه وتشوفه على حقيقته، وبيخسرك لأنك أثبتت له إنه ناقص. كنت حقيقي وصادق معاه لكنه كان مزيف. ساعتها بدل ما يواجه كل عيوبه يهرب منك علشان يفضل عايش في نفس الوهم. النرجسي قدامك بيحس كأنه عريان، بس عريان نفسيا، مفضوح نفسيا. النرجسي وخصوصا النرجسي الخفي بيخاف من الحب. بيخاف لأن الحب معناه الصدق، معناه إنك تكون على طبيعتك وتسمح لكل حاجة جواك إنها تنكشف قدام الطرف التاني، حتى عيوبك ونقاط ضعفك، إنك تكون طبيعي مفيش تمثيل أو قناع. لكن النرجسي الخفي جواه إحساس بالعار والنقص، مش مجرد إحساس عادي، لكن صورته عن نفسه أنا محدش بيحبني، أنا مش كفاية، أنا ولا حاجة، أنا مستاهلش، أنا قليل، أنا مكسور. فلما تيجي أنت تحبه بصدق العار اللي جواه بيصحى، والنرجسي ما بيقدرش يصدقك. جوه عقله بيقول لنفسه هو إزاي بيحبني وأنا عمري ما اتحبيت،
اكيد في حاجة غلط، اكيد ده فخ، اكيد هو شايفني غلط. كمان النرجسي وخاصة النرجسي الخفي ما بيعرفش يحب. الحب بالنسبة له مشوه، ما عندوش حاجة ببلاش، كل حاجة ليها تمن وليها مقابل. فكبر وهو عامل لنفسه وهم وعايش في الوهم ده. الوهم ده أنا جامد، أنا قوي، أنا مش محتاج لحد. لكن من جواه بيصرخ أنا مكسور ومحدش ينفع يشوفني على حقيقتي. علشان كده كل ما تحب النرجسي بصدق يتوتر، يتهرب منك، يسخر منك ويتريق عليك، يشك فيك أو حتى يستفزك ويصنع مشكلة علشان يهرب أو يسحب نفسه بهدوء. مش لأنك غلط، لكنك قربت من الغلط اللي جواه، الغلط اللي هو شايف نفسه فيه. بيعيش طول عمره بيمثل عليك وعليا وعلى كل الناس، بيمثل حتى على نفسه. ما يعرفش يحس بمشاعر لأنه دفن المشاعر جواه من زمان. لما حد يحاول يحبه بصدق بيترعب، مش علشان هو مش محتاج حبك أو مش عايز حبك، لكن تقدر تقول أصلا إنك بتزرع حب لكن في أرض بور أو في صحراء. لما تحبه بالصدق بيحس إنه اتفضح. لو شفت فيه أي حاجة جميلة بيحصل له صدمة، لأنه مش شايف في نفسه أي حاجة جميلة، لأنه حاسس بالعار، حاسس إن وجوده في الدنيا وجوده غلط، وكل اللي بيعمله مجرد تمثيل علشان يهرب من اللي جواه. لما تقرب منه انت في نظره قربت من الذكريات اللي هو بيحاول ليل ونهار يدفنها جواه، بيحاول ليل ونهار يهرب منها. لما تقرب منه يتجاهلك، ينسحب من العلاقة، يصنع مشاكل وصراعات من الهوى أو حتى يهد العلاقة كلها. كل ده عادي بالنسبة له علشان يرجع تاني لنفسه ويرجع تاني يحس إن محدش شايف كل اللي جواه، محدش شايف غير بس الصورة والوهم اللي هو عايش فيه وعايز يصدقه وعايز الكل كمان يصدقه. الخلاصة النرجسي الخفي لسه مسجون في سجن الماضي وانت اتسجنت معاه.